السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي مستر فلاح، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الجديدة الخاصة بجديد سدود المملكة. وهذه المرة هذه مع سد الخنق، القرو ولا سد بوعنان كما يسمى في بعض الصحف الأخرى. هذا السد هذا انتشروا فيديوهات حوله هذه الأيام بلي أنه عامر 100%. للأسف السد راه باقي في طور الإنجاز، ودرت الفيديو خصوصا بحيث أن محبي القناة متابعينا الأوفياء سولوا على الحالة ديالو، بحيث أنه شافوا مشاهدات، شافوا فيديوهات في هذا الصدد. السد راه في طور البناء وكيتعتبر سد عملاق جدا على نهر كيرو، بالضبط نهر بوعنان. هذا السد هذا توصل قدرة المخزون ديالو المليار متر، ازيد من مليار متر مكعب، وبالضبط مليار و69 مليون متر مكعب. الغلاف المالي ديال لانجاز هذا السد هذا يتراوح، يوصل تقريبا حتى فايت مليار و150 مليون ديال الدرهم. وباش يعمر السد يخصك ضروري تقنيا يخصك 10 سنوات. يعني الناس اللي كيقولوا السد عامر قطعي الماء على الجزائر الى ما الى ذلك، حنا ما بعيدين على هذا الصراعات هادو. حنا كنشوفوا المصلحه ديال بلادنا وتوفير السياسه المائيه وتوفير اراضي زراعيه ديال البلاد. ما شغلناش تاثير في بلد اخر ولا شنو غيأثر هذا السد في التاثير ديالو على المنطقه، نيت المناطق المجاوره، حيت كيكونوا تاثيرات سلبيه على المناطق المجاوره ديال السد محليا وحتى في بلاد اخرى. يعني هذا الشيء، يعني كنشوفوا السياسه ديال بلادنا ديال السدود، وكنشوفوا الجديد ديال السدود والمعطيات الرسميه والمعطيات الحقيقه بعيدا عن المغالطات. يعني هذا الاهميه ديالنا. الصراع ما بين الذباب الالكتروني، خصوصا كيجيك الذباب الالكتروني الجزائري اللي ما عرفت السبب، بسبب من الاسباب كيتاتاكيوك على والو ما كتعرفش الصراحه علاش. حنا هنا لتقديم المعطيات ما شغلناش حنا في كل ما هو جزائري، همنا الان كل ما هو مغربي والسياسه المائيه ديال بلادنا. اذا مشاهدينا الكرام، كما قلت لكم السد ان شاء الله غيتعتبر سد عملاق جدا في المنطقه، وغيتشيد ان شاء الله على نهر بوعنان كما تلاحظون هنايا. نهر بوعنان كما كتشوفوا ان شاء الله. ما عنديش اكس ايغريك بالضبط، ولكن هنا كاينين مصادر توحي انه كاين قريب من تاجيت هنايا اللي ولكن على ما اظن بدلوا ليه لومبلاسمون، بحيث ان بوعنان هنايا على نهر بوعنان غيكون افضل، بحيث ان غيجيو بزاف الانهار على هذه المنطقه هذه، عكس الى دار هنايا قرب بن تاجيت الجامعه المحليه كتنتمي لاقليم فيكي. وهذا السد هذا جا في اطار ديال الجيستيون ديال لاشيسخيس، ولا نقدروا نقولوا تدبير ديال ازمه الجفاف في المنطقه. كما كتعرفوا ان زاكورا فيها الجفاف قوي جدا كما كتشوفوا في لاكارت، والرشيديه والمناطق ديال الاقليم فيكي تعتبر مناطق يعني جافة، يعني قوية أيضا. وميدل نقدروا نصنفوها بشيء، ممكن نقدروا نصنفوها بأن الجفاف شيئا ما هو معتدل في المنطقة. يعني هذا الشيء جاء في إطار ديال تدبير الجفاف في المنطقة وتوفير أراضي زراعية، وأيضا مياه السقي، وتوفير أيضا مياه الشرب لأقليم فيكيك، وأيضا المناطق المجاورة. يعني هذا الشيء اللي كاين الخوت. وان شاء الله السد راه غيكون عملاق ويوفر هذه المناطق الزراعيه القاحله كامله، غتولي ان شاء الله زراعيه وغتنفع بلادنا ان شاء الله. ونتمناو يتشيد السد. كاينين دابا بداو فيه الاشغال، غنخليكم الصور كما تلاحظون. اخر الصور حسب جريده اسبريس اللي زارت المكان. ما عندناش اكس ايغريك بالضبط، ولكن ما حتى الصور ديال جوجل ايرث ما كتكونش ميزاجور يعني حديث للاسف. الا انه نقدروا نوافيكم كما كتشوفوا في الصور. صور توحي ان الاشغال مازالين بادين. وكما كتعرفوا سد عملاق بالقدره ديال مليار متر مكعب. راه شي حاجه اللي كبيره جدا. مليار متر مكعب راه خاصك سنين باش تبني السد، يعني على الاقل واحد 3 سنوات 4 سنوات عاد ممكن يكمل البناء ديال السد ويتم يعني التعبئه ديالو، ومن بعد غيتم الاستغلال ديالو. كما قلنا باش تعمر 100% ديال السد ديال مليار متر مكعب راه صعب جدا، خاصك 10 سنوات في ظل واحد النسبه ديال ليفابوراسيون تقنيا طالعه بزاف في المنطقه، وهي اللي كتسبب الجفاف ديال السدود بشكل سريع. الشيء اللي كيخلي الامر صعب تقنيا باش يعمر 100%. اذا المغالطات اللي كتهضر حول سد بوعنان ولا الخنق القرو بلي انه عامر 100% راه غير صحيحه. والحمد لله يعني سياسه السدود من ايام الحسن الثاني رحمه الله عليه، والمغرب غادي فيها والحمد لله غاديين. وكاين استراتيجي من هنا ل 2027 تولي عندنا 27 الف مليار متر مكعب ديال الماء كمخزون ديال السدود المملكه. وحاليا كما كتعرفوا واصلين السدود عامرين ما يقارب 35% كنسبه الماء العامه، والحمد لله. يعني هذا الشيء اللي كاين الخوت بخصوص هذا السد هذا، كما وريتكم في هذه لاكارت هذه. والاقليم معروف بالسدود. سد قدوس المفتتح مؤخرا هو هذا كما تلاحظون. سد قدوس هو هذا. الى جينا نشوفوا نزوميو اكثر، كاين سدود صغرى في المنطقه بحال سد دويس صغير جدا، ماشي سد يعني ما
نقدروا نعتبروه قلتا، يعني سد صغير جدا، سد حمو ورزاق حتى هو صغير جدا. حسن الداخل كبير في المنطقه اللي كيحمي مدينه الرشيديه ايضا وكيوفر لها الماء الشروب. سد دودغا اللي في على ما اظن اقليم زاكورا ايضا بدا كيستقبل حتى هو الحمولات. تنقيت سدود يعني جميله على الجنوب الشرقي للبلاد. نتمناو يوفروا لنا واحات شاسعه للزراعه، خصوصا الزراعه ديال التمور. المملكه المغربيه احنا بعيدا عن الصراعات كما قلت لكم، كنقدم لكم معطيات وفق ما هو علمي تقني فقط، وبعيدين عن الصراعات. ونتمنى كل التوفيق لبلادنا في سياستها المائيه، وان شاء الله خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.